كيبدا الفيلم ديالنا اليوم مع نيرو لاباس عليه وعزيز عليه المصارعات ديال الكلاب، وكان نيرو كيراهن عليهم بزاف، وهنا غيربي كلب جديد وغيرجعو واعر بزاف ولا كيشارك فيه في المصارعات. والمواجهه ديال الكلب ديالو ضد جوج كلاب ما كتهموش، حيت الكلاب ديالو كانت كتربح ديما. وفي واحد النهار غيشارك الكلب ديالو ضد جوج كلاب، ولكن هاد المره الكلب ديالو خسر، وهنا نيرو غينهي الحياه ديال الكلب ديالو. وهذا الشيء اللي كان كيدير ديما فاش كيخسر شي كلب من الكلاب ديالو. فلا خسر شي كلب من الكلاب ديالو كان كيطلب انه يموت ديك الساعه، وهنا نيرو غيقول للمساعد ديالو ينهي الحياه ديال الكلب وخلاه مشى. وكل هاد الصراعات والمراهنات كانت كتوقع في المصنع القديم ديال نيرو، وكان المصنع مهجور. وهنا المساعد غيشد الكلب وغيدير ليه السلك ديال الضوء في ودنيه باش يقتلو، ولكن الكلب ملي كان كيضرب فيه الضوء عض المساعد في ايده وغيخرج يداوي الجرح اللي عنده، وقال باللي صافي الكلب غيكون مات حيت خلى الضوء كيضرب فيه. ولكن غيتفاجئ من اللي غيلقى الكلب باقي حي، ومع غيشوفوا الكلب غيتلاح عليه وغيقتلو. وهنا غتكون البدايه ديال الفيلم ديالنا اليوم، اللي كانت مع 4 ديال الشفاره سارقين صيدليه، وكانوا البوليس سابعينهم. وملي كانوا راكبين في الطوموبيل الشيفور غتجي فيه طلقه ديال الرصاص، وبالغلط ضربت الطوموبيله في المصنع ديال نيرو. وهنا الشيفور غيموت وغيبقاو 3 وغيدخلوا للمصنع باش يتخباو بين ماشي شي واحد يديهم حيت البوليس سابعينهم. المهم دخلوا كاملين، وكان كيعاتبوا هذا الولد حيت هو اللي خلى العمليه تفشل، حيت كان مدمن على المخدرات وكان الهم ديالو الوحيد هو المخدرات. وغيدوي هذا الشفار مع صاحبه وغيقول ليه خاصنا شي طوموبيل تجي تاخذنا من هذا المصنع. وقال لي صاحبه ملي تهدى القضيه بالليل غنجي نديكم. وهنا غيكون مبزز عليهم انهم يبقاو تي الليل، وما كانوش عارفين باللي كاين كلب خطير معاهم في هذا المصنع. المهم غيتفرقوا باش يكتشفوا البلاصه، وهذا خونا غيمشي يقلب على شي بلاصه يدير فيها المخدرات اللي عنده. وبدا كيقلب وما لقى والو، ومشى يقلب في بلاصه اخرى، ولكن على غفله غيبان قدامه كلب وبقى واقف في بلاصته وما تحركش. وهاد الجوج غيشوفوه وغيمشيو يشوفوا علاش واقف مصدوم هكا، وغيتفاجئوا ملي غيلقاو كلب كياكل في المساعد ديال نيرو، وغيتخلعوا حيت هاد الكلب كيشكل خطر عليهم. وخونا غيطيحوا ليه المخدرات ديالو، والكلب غيبقى يجري وراهم وغيوصلوا للبيت وغيدخلوا ليه وغيسدوا على راسهم فيه، والكلب بقى كيضرب في الباب ما عرفش يدخل. وهذا الحمق كان باغي يخرج يجيب المخدرات ديالو اللي طاحوا ليه، ولكن ستايسي غيضربوه وما يخليش، وغيجلس واكر وستايسي وغيبداو يدويو على الماضي ديالهم. ولكن ملي ركزوا غيتفاجئوا بلي ريك ما كاينش معاهم وخرج من الفتحه الصغيره اللي كانت الفوق. وهذا الشيء كامل داروا باش يرجع يجيب المخدرات ديالو، وريك غيلقى المخدرات وغيرجع لعندهم وغيبدا يضرب في الباب باش يحلوا عليه. وهذا الشيء كامل والكلب ما كانش كاين. وملي ستايسي حل عليه الباب الكلب غيبان مره اخرى وغيهجم عليهم وغيتبع ووكر وستايسي، وغيشتت الانتباه ديال الكلب باش يخلي ووكر ويتبعه هو، والكلب غيخلي ووكر وغيتبعه وغيخرج من الغرفه وغيحبس الكلب تما. وحاولوا يعاونوا ريك حيت هو اللي عضوا الكلب، وهنا الكلب غيعرف يخرج من الغرفه من ديك الحفره الصغيره اللي كانت الفوق، وبدا تابعهم عاوتاني وغيجروا ريك وغيبداو يجروا بيه وغيقدروا يدخلوا لغرفه اخرى وسدوا على ريوسهم عاوتاني. ولكن في هذه الغرفه غيعرفوا باللي هما كاينين في واحد البلاصه، وهاد البلاصه كانت دير رهانات على الكلاب، وكان مكتوب في الحيط السميه ديال نيرو والرهانات اللي كان كيربحهم. وملي كانوا كيقلبوا غيلقاو غرفه مخفيه، وملي دخلوا لهاد الغرفه لقاوها عامره بالفلوس، وهاد الفلوس كانت دير رهانات ديال نيرو. وستايسي قال لي خاصك تجمع هاد الفلوس في الصاك، وهو غيمشي يشوف ريك، ولكن ملي غيمشي غيلقاه واخد جرعه زايده من المخدر ديالو، وهاد الجرعه قتلته. وستايسي كان حزين على ريك حيت باقي صغير. المهم غيخليه وغيمشي عند ووكر، ولكن ووكر حتى هو مضروب في كرشو والنزيف تحل عاوتاني. ووكر قال ستايسي خذ فلوس وهرب حتى من هنا، ولكن ستايسي قال ليه ما غنخرجش من هنا من غير، وقال ليه باللي هو غيمشي يشوف الراجل اللي ميت لتحت حيت يقدر يكون عنده كونطاك ديال شي طوموبيل برا. وغينزل ستايسي وغيبدا يقلب على الراجل، وبدا متبع الاثار ديال الدم اللي في الارض توصل ليه، وخدا كاع السوارت اللي عنده. ولكن ملي شاف حداه لقى بزاف ديال الكلاب ميته، وهاد الكلاب هي نفسها اللي كان قتلها نيرو. وعلى غفله غيخرج ليه كلب من وسطهم وغيبدا تابع ستايسي وغيبدا هربان منه، والكلب ما كانش طالقه. وهنا ستايسي غيتخبى وسط الطوبيس قديم، ولكن الكلب غيعرفه في الطوبيس وبدا تابعه عاوتاني. ومن بعد غيلقى بيانو وغيتخبى وسطه، والكلب غيقلب عليه ولكن ما لقاش. وملي كان الكلب غادي من ديك البلاصه غطيح نقطه ديال العرق من ستايسي، وهذا الشيء اللي غيخلي الكلب يعرف بلاصتو. وبدا الكلب كيهجم على البيانو كيهرس فيه، وغيقدر يهرسو وغيطيح ستايسي، ولكن الزهر اللي عند ستايسي البيانو غيطيح على الكلب. وهنا الكلب ما كانش قادر يتحرك، وستايسي ما كانش طايق بلي الكلب ما قدرش يتحرك وكان خارج، ولكن الكلب غيبدا ينين عليه ورجع يعاونو وغيحيد عليه البيانو. والكلب ملي غيخرج غيبدا يشوف في ستايسي، وستايسي خاف ليه يهجم عليه عاوتاني، ولكن الكلب غيخليه وغيمشي. وستايسي رجع بالزربه لعند ووكر وغيهزو وغيمشي للكراج وغيلقاو طوموبيله تماك وغيحلوها. وستايسي حل الباب ديال الكراج باش يخرجوا الطوموبيله، ورجع لعند ووكر باش يركبوا في الطوموبيله ويهربوا من ديك البلاصه. ولكن غتوقف عليهم طوموبيله قدام الكراج، ونزل منها نيرو وبدا كيشوف فيهم حيت هذه اول مره كيشوفهم. وملي شاف الساك اللي عندهم عرفهم شفاره وسارقين ليه الفلوس تاعو، وبدا كيتيري فيهم والرصاصات كاملين جاو في ووكر وقتلوه. وستايسي غيهرب من نيرو حيت لا بقى غيقتلو، ونيرو كان كيطلق عليه النار. وكان كل بلاصه كيمشي لها ستايسي نيرو كان تابعه، غيوصل ستايسي الحلبه ديال المصارعه ديال الكلاب، ونيرو غيتيري
غيديري فيه بالفردي وغيمشي لعندو وغيوجه السلاح لعند ستايسي وكان غيقتلو، ولكن غيتفاجئ بالكلب ديالو واقف حداه وغيزيد يتفاجئ بلي الكلب باقي حي، ونيرو غيوجه السلاح للكلب باش يقتلو، ولكن الكلب غيفاجئ نيرو وغيتلاح عليه وبقى كيعض فيه باش يقتلو، ونيرو بقى كيطلق عليه النار. وهذا الشيء كان قدام ستايسي حيت كان ما باغيش الكلب يموت. وهنا الكلب غيقتل نيرو ومن بعد غيموت حتى الكلب، وغيقرب ستايسي للكلب وكان ما باغيش يموت. وهنا غتسالي القصه ديال نيرو والكلب. وهنا ستايسي غيرجع للحياه العاديه ديالو وربى كلب صغير، وهذا الكلب كان من نفس النوع ديال الكلب ديال نيرو. وهنا الفيلم ديالنا غيكون سالا. لا عجبك الفيلم ما تنساش الاشتراك والمتابعه ديال القناه. يلا تهلاو.